ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم يا صاحبي عن موضوع اكيد يهمكم كلكم، وهو ازاي ان انت تبقى فايتر محترف. ولكن يا صديقي في زمن السوشيال ميديا هتقولي السوشيال ميديا هتأثر علينا في حتة الفايت والاحتراف والكلام ده. هقولك طبعا يا صديقي ان الموضوع بيختلف جدا جدا جدا، وهو بالفعل اختلف جدا جدا جدا. خليني اقول لك ان احنا في زمن السوشيال ميديا الموضوع اختلف لدرجه ان احنا شفنا ناس زي اندرو تيت وزي جيك بول بيلعبوا احداث كبيره جدا في عالم القتال، سواء بقى ام ام اي او ملاكمه، وهم اصلا لا يفقهوا شيء في القتال وما يعرفش يضرب لك جاب كروس اصلا على بعض. ورغم ذلك يا صديقي بيلعب وبيكسب فلوس كتيره من اللعبه، والمنظمات كمان هي اللي بتجيبه وبتدفع له فلوس. فانا بقى هساعدك ان انت توصل للحته دي، بس طبعا لازم تبقى لعيب برضه. فانا هشرح لك كل حاجه والطريق من اوله لاخره حرفيا. هقول لك كلام يا صاحبي بجد محدش قاله قبل كده على السوشيال ميديا. فبس كده قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك ضروري في القناه عشان في شغل كتير قوي حلو جاي. وبس كده يلا بينا نخش في الفيديو يا صديقي. قلنا في المقدمه يا صديقي او من شويه ان اصلا حته الاحتراف دي زمان كانت اسهل بكتير من دلوقتي. سهل ازاي؟ يعني سهل ان انت بتتمرن كويس، بيبقى ليك اسلوب مميز، بيبقى لعبك فعلا كويس، وصلت لمستوى كويس بتخش تحترف بس خلاص. الطريق طبعا مش سهل ولكنه واضح، وواحد زائد واحد يساوي اتنين. يعني حرفيا يا صديقي بمجرد ان انت يبقى عندك اسلوب مميز زي البيكا بو بتاع مايك تايسون او الفري ستايل يا صديقي بتاع نسيم حميد ومحمد علي، حرفيا انت كده بقيت مميز جدا بقى، وصلت للعالميه وبطل وكله يسقف لك وهتبقى اسطوره في عالم القتال. ولكن دلوقتي يا صديقي في سر انت لو فهمته، موضوع الاحتراف ده هيبقى سهل جدا جدا بالنسبه لك. انا هقوله لك ان في فيديو النهارده، فلازم تكمل الفيديو ده للاخر. بس تعالى نبدا الموضوع من الاول معاك خطوه بخطوه. في الاول خالص يا صاحبي انت بتبقى بتتمرن في اكاديميه عندك في المنطقه او في المحافظه، وبتبقى بقالك فترة بتتمرن وبتحس ان انت كده خلاص وصلت لمستوى ان هو فعلا الناس لا بتقول ان انت لعيب كويس، الكابتن بتاعك بيقول لك ان انت لعيب كويس، وانت وصلت لمستوى ان انت تقدر تلعب فعلا تخش بطولات او كده. فبتحاول يا صديقي ان انت تدور على منظمة في بلدك تلعب فيها حتى لو هو. واوعى يا صديقي تستهين بموضوع الهواة ده، لان اصلا عايز اقول لك ان الجود بتاع الام ام اي جون جونز قعد فترة كبيرة جدا بيلعب هو، واليكس بريرا وازرا الاديسانيا كتير جدا من الاسماء. وفي الملاكمة يا صديقي طبعا الكسندر اوسيك وتريبل جي قعدوا وقت طويل جدا جدا بيلعبوا هو قبل ما يوصلوا لمرحله الاحتراف دي. فانا مش عايزك تستكبر نفسك اللي هو لا انا مش هبدا هو، انا عايز ابدا محترفين على طول. لا يا صديقي انت لازم ان انت تبدا تلعب هو الاول. هتقولي طيب يا جاكور انا هجيب دلوقتي المنظمه دي منين؟ اقول لك يا صاحبي ان انت تسال الكابتن بتاعك، ولو الكابتن بتاعك ما عرفش يدور بقى انت دي هتجيبها بمعرفتك انت مش بطريقتي انا. تدور بقى اسال الكابتن تاني مثلا على السوشيال ميديا، ابعت له اعمل اي حاجه، المهم توصل ان انت تلعب في منظمه للهواه. حتى لو هتدفع اكتر شويه هيبقى في مجهود سفر شويه في الحته التانيه اللي انت هتتدرب فيها. كل ده بيبقى حاجه انت لازم، حاجات لازم تيجي على نفسك فيها علشان توصل في اللعب. في الوقت بقى صديقي ان انت بدات تلعب في متوشه فعلا في الهواه ده، وبدات ان انت تتمرن بشكل احترافي اكتر وتدي للموضوع مجهود اكتر، انا عايزك ان انت تبدا تصور وتنزل محتوى على السوشيال ميديا. هتقولي ده انت بتنصحني اتمرن وفي نفس الوقت اصور سوشيال ميديا؟ ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك يا صديقي ان حرفيا ده سر الحلقه، وده السر اللي محدش هيقوله لك خالص. عايز اقول لك ان دلوقتي الموضوع ما بقاش ببساطه زمان. زمان يا صديقي كانت اللعبه بتتلعب عشان اللعبه وعشان الناس تيجي تتفرج وعشان المتعه، ولكن دلوقتي يا صديقي كل حاجه تحولت الى بيزنس حرفيا. الرياضه بقت عباره عن صناعه بتدخل اموال كبيره جدا جدا جدا. فطبعا المنظمات عايزه الفلوس دي ازاي؟ بان هي تجيب تذاكر للماتش بتاعك. طب انت ازاي هتجيب تذاكر للماتش بتاعك؟ بان انت تبقى مشهور شويه على السوشيال ميديا. فانت لما توصل للحته دي انت حرفيا المنظمات كلها صاحبي هتجري وراك. ممكن اصلا منظمه للاحتراف تكلمك في بلدك او حتى في بلد جنب البلد بتاعتك او المنطقه، تقول لي بس يا شجر اصور ازاي؟ انا ما عنديش مثلا كاميرا احترافيه، ما عنديش موبايلي كاميرته مش حلوه، ما عنديش اصلا يعني انا ماليش في موضوع تصوير المحتوى والكلام ده. هقول لك ان انت مش لازم تصور محتوى تتكلم عادي زي كده، انت ممكن تصور وانت بتلعب، تصور مثلا الكول اوت، مثلا انت بالكول اوت حد في المنظمه اللي انت بتلعب فيها، تنزل لقطه وانت بتضرب في السندباج كده. تبدا بالكلام ده يا صديقي لحد ما تتعود ان انت تتكلم قدام الكاميرا وتتصرف في كاميرا والكلام ده كله. يعني حاول ان انت تبدا في اسرع وقت يبقى ليك تواجد على السوشيال ميديا عشان تبدا تتشير شويه. لان انت حرفيا بمجرد ما تتشير شويه يا صديقي هتلاقي فعلا في منظمات بتكلمك، وحتى المنظمه اللي انت فيها هتعلي الاجر بتاعك وهتبقى عايزك تلعب اكتر، لان هم ببساطه عايزين التذاكر اللي انت بتجيبها لهم. هتقول لي طيب ماشي انا صورت وبنزل ومفيش اي تفاعل مفيش اي حاجه. عايز اقول لك يا صديقي ان انت كده كده لازم تكمل، لان عايز اقول لك يا صديقي ان انت كده كده لازم تكمل، لان انت اصلا ماشي في طريق الام ام اي بتاعك او الملاكمه بتاعتك. والسوشيال ميديا دي حاجه هي هتاثر وهتفرق معاك جدا، بس هي برضو حاجه على جنب، وانت ماشي في الهوايه اللي انت بتلعبها وبتتمرن بتموت نفسك في التمرين، وبتحاول على قد ما تقدر ان انت توصل للاحتراف.
ومش حاطط على حته السوشيال ميديا دي 100%. يعني انا مش عايزك تبقى زي جيك بول مثلا، انت مهتم بالسوشيال ميديا وتهمل في التمرين، وتنزل تتدرب في الماتش وتبقى مجرد يعني اللي هو ايه كلاون بينزل يتدرب عشان التذاكر وبس، والناس تمشي وعارفه ان انت كده كده بتتدرب. لا خالص. انا اصلا اول ما بدات معاك الموضوع من الاول بقول لك يا صديقي ان انت لازم تكون تحس ان انت مستواك بدا اصلا ان انت تلعب مطوشه هواء او احتراف، لازم يبقى انت مستواك عالي اصلا. علشان يا صديقي لما تنزل لو انت جمعت بين الحاجتين دول، ان انت لعيب ان انت لعيب كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت عندك شهرة حتى لو مش كتير قوي على السوشيال ميديا، وفي قابلية ان انت تتشهر اكتر لان انت كده كده بتنزل ومش هتوقف ان انت تنزل، عايز اقول لك ان حرفيا المنظمات اللي في المنطقة عندك في الشرق الاوسط مثلا هتبقى حرفيا بتتخانق عليك. تاني حاجة لازم تهتم بيها يا صديقي هي العلاقات بتاعتك. تاني حاجة يا صاحبي لازم تهتم بيها طبعا هي العلاقات بتاعتك، لان دي بقت حاجة مهمة جدا جدا في العصر الحالي، مش في الفنون القتالية بس، في كل حاجة. حاول يا صديقي ان انت تعمل علاقات مع كل الاداريين وكل الحكام او اي حد حرفيا او اي كابتن بيبقى في المنظمة او في اي حتة انت بتقابله. حاول تخلي علاقتك كويسة معاه وتعامله كويس وباحترام. حرفيا انت ممكن تحتاج اي حد، ممكن لو انت عملته بشكل كويس واخد عنك فكرة ان انت شخص محترم ولعيب كويس في نفس الوقت، ممكن لو جات فرصة ان هو يختار حد او يرشحك لمنظمة تانية، او ممكن يرشحك بجد لان انت عملته كويس. ولكن لو انت شخص بيعمل مشاكل مع الناس الاكبر منه ولكن مش محترم وكده، هو حتى لو انت لعيب كويس وفعلا مشهور على السوشيال ميديا شويه وهتفيده، هو مش هيختارك اصلا. فاظن ان انت لو استمريت على حته السوشيال ميديا دي وبقيت محترم وعامل علاقات كويسه مع اغلب الناس الاداريين والحكام والكباتن وكده، وفي نفس الوقت انت بتتمرن من الاول اصلا من الاول خالص ومهتم بالتمرين ومستواك كويس ولعيب كويس، اظن ان انت هتبقى عندك قابليه كبيره جدا جدا ان انت تحترف. حتى لو ما وصلتش لليو اف سي يا صديقي، انت ممكن تحترف في اي منظمه اقل منها شويه عادي، منظمه درجه تانية مثلا. ولكن ده هيخليك تحقق، يعني في ناس حلمها ان هي تبقى اللعبة مصدر دخلها ويبقى هو مقاتل محترف، يعني مش بيحتاج يعمل حاجة تانية في يومه غير ان هو يتمرن واللعبة هي اللي بتدخله فلوس، واللعبة هي مصدر دخله يعني. فاظن ان انت لو مشيت على الطرق اللي انا هقولها لك دي، والسر الحقيقه يا صديقي ان انت تهتم بالسوشيال ميديا، اظن ان انت هتوصل جدا جدا ان شاء الله، وربنا يكرمنا كلنا. ولو عندك اي مشاكل يا عم في السوشيال ميديا والتصوير وكده، او لو بدات برضو عايز يعني عايز مساعده، عايز اي حاجه، ادخل ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي الرابط بتاع الانستجرام تحت في الديسكريبشن. وبس كده، سلام.